السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وكدوزوا رمضان بالصحه والسلامه ان شاء الله. معكم بشرى من قناه مطبخ بشرى كويزين بشرى. اليوم جيت نقدم لكم ونشارك معكم واحد جوج ديال الاطباق. الطبق الاول وهو السفه المدفونه، كيكون مزيج من الحلاوه والملوحه والملوحيه، هكذا كيجي غزال تبارك الله رائع. نقدموه في العشاء. والطبق الثاني هو البطبوط او المخمرات معمرين بالخضره. نستغلوا الخضره في هذا رمضان، كنعرفوا بان رمضان ما كناخذوش بزاف ديال الخضره الا في الصوبه. ما فيها بس نستغلوها حتى في المملحات ديالنا في هذا الشيء ديال الرغيفات المعمرين. الطبق الثاني وهو المخمر المعمر بالخضيره والكفته. بالنسبه للطبق الاول، مشى لي الفيديو ديال التصوير. ما فيها بس انني هكا نقولوا كناخذوا السفه، كنفوروها المره الاولى. هذا هو السر ديالها، كنبلبلوها بالزيت وكنفوروها واحد لمده 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. من بعد ملي كتفور لينا كنبلبلوها بواحد الكويس ديال الماء ونرجعوها عاوتاني تفور المره الثانيه والثالثه والمره الرابعه بحال هكا. كناخذ واحد زلافه ديال الزبيب ونغسلوه مزيان لان كنعرفوا الزبيب كيكون مغبر، ونسقطروه ومن بعد نديروه فوق هاد الصفه التفويره ديالنا الرابعه. ومن بعد نرجعو عاوتاني التفور. على حسب الصفه خصنا ناخذ ديك الصفره ديال القمح لانها ما كتعجنش لينا، ماشي بحال البيضه ديال الفرص، حيت كاينين جوج انواع ديال الصفه. كاينه الصفره ديال القمح والبيضه كتجي بيضه شويه هذيك خايبه كتعجن لينا. وفي التفويره الاخيره كندهنوا بواحد 4 المعالق ديال، كنبلبلوا بواحد 4 المعالق ديال المزهر، واحد 3 المعالق كبار ديال الزبده. كنخليوها في واحد الجانب. كناخذوا الدغميره ديالنا وهي نص دجاجه. كنديروا ليها البصيله ديالها والقويمات ديالها، شويه ديال القرفه، شويه السكينجبير، شويه ديال البزار والزويته هكا بلديه، واحد جوج مغيرفات والقزبر المعدنوس، تقريبا واحد شويه كجوج معالق. ومن بعد واحد نص معلقه ديال القزبر حبوب. ملي كطيب لينا داك نص الدجاجه ديالنا بديك الدغميره حتى كتجي واقفه هكذا، كنحيدوا داك الدجاج ديالنا وديك الدغميره كنديروا فيها واحد المعلقه ديال السكر كلاصي حتى كتجينا ديك المريقه واقفه. انا كناخذ واحد المول ديال الكيك بحال هكا باش كيجي المنيضر، كيجي واحد الديكور هكا زويون غزيول. كنديروا في الطبقه التحتانيه كنديروا شويه ديال ديك الصفه. من بعد كنديروا ديك الدغميره ديالنا هكذا، نفرغوا في الوسط هكا، كنفرتشتو داك الدجاج، كنحيدوا ليه داك العظيمات ديال كاين اللي كيحطوه هكا، انا كنديروه هي طريفات. من بعد كنغطيوه بداك الصفه، الطبق الثاني ديال الصفه ديالنا. ومن بعد هنا التزيين اختياري، انا هنا زينت شويه ديال السكر كلاصي، قرفه، كاوكاو. هنا ما متوفرش عندي اللوز، الحقيقه كاين عندي غير ما جاتني بالزربه، خصني نحمرو عاد نفسخو عاد نسلقو عاد نفسخو عاد. المهم كيديو شويه د الوقت. كان عندي هنايا ديجا واحد القرعه عندي فيها كاوكاو محمر طحنه هكا، كنخليه للتزيين ديال الكيك ولا بحال هكذا. من بعد زينته هنا بشويه ديال الكاكاو، داك الاحمر كيجي حتى هو اللوغو ديالو غزال تبارك الله. وهذا هو التزيين ديال هذا الطبق ديال السفه المدفونه بالدجاج، كيجي مزيج مخلط ما بين الحلاوه والملوحيه تبارك الله، كيجي غزال. هنا الطبق الثاني، البطيبيطات او مخيمرات معمرين بالخضيره وشويه ديال الكفته او الدجاج اللي عندنا اللي متوفر عندنا. كيجيو تبارك الله خفافين ورطيطبين وكيجيو زوينين هكا. كنستعملوهم شخصيا انا، هادو ما كيخطاونيش تبارك الله، واخا ندير كاع شي كونتيتي تاع 10 الحبات 12 كيتنكلوا لي في البلاصه. الوليدات كيعجبوهم هكا وكيبقاو حتى الغد ليه هكا. بالنسبه لوليداتنا ندوهم ليهم هكا في الكوتي لاكول ديالهم. ومن غير رمضان تبارك الله في الكوتي كيجيو غزالين، كيجيو هكا زويونين ومفيدين، عامرين بالخضيره. نتوما كما كتشوفوا في الوسط تبارك الله خضيره باينه.
هذه هي الخضيره ديالي. عندي هنا بصيله، عندي الفلفله خضراء، يمكن لكم ديروا الحمراء الصفراء اي حاجه. انا واحد الفلفله مزيوده حاره كيعجبني الحر. هنا شديت كذلك الكورجيط، واحد 3 الكورجيطات حكيتهم، قزبور معدنوس، الخيزو حتى هو، بصله خضاريه، ديك البصله خضاريه او البرو على حسب اللي عندكم، وخيزو كذلك شديته وحكيتو تقريبا واحد 3 ديال الخيزوات، واحد 3 ديال لي كورجيط او القريعات خضيضرين. الفلافل كذلك عندكم الملونين حتى هما نستعملوهم، فلفله صفراء، فلفله حمراء، اي حاجه. العطريه عندي هنايا شويه ديال قزبور حبوب، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال المليحه، واحد ضامه ديال الثومه، وحتى الثومه عندي هنايا محكوكه، وشويه ديال التحميره، وشويه ديال الكمون. وفي الوسط عندي شويه ديال الكفته. هنا خديت واحد المقيله درت فيها شويه ديال الزويته، خليتها تسخنات، من بعد درت ديك البصيله الخضاريه ديالي. هنايا تقريبا عندي واحد 2 بصيلات صغار ديال البصيله الخضاريه، كتجي تبارك الله غزاله ديك البصله الخضاريه. هنا كندير شويه ديال الفلفله في الاول، لان الفلفله كتاخذ شويه ديال الطياب. ملي كتشحر لينا داك البصيله والفلفله حتى كيهبطوا شي شويش، عاد كنضيفوا ديك الساعات داك الجزر خيزو وداك لي كورجيط. وفي الاخير من بعد كنديروا العطريه، وفي الاخير كنديروا الكفيته ديالنا. كان الدجاج كنديروه معاه في الاول، لان الدجاج كياخذ لينا شويه ديال الوقت. اما الكفته دغيا هي كطيب، ما كتبغيش طيب في الاول لانها كتجي قاصحه، كنخليها هي الاخر حتى كنبغي نطفي عليها، نطفي على الخضيره ديالي، عاد كنحطها هي الاخيره. صافي هنايا شويه ديال الربيع، داك المزيود الحار، كاين اللي كيدير الحار، كاين الهريسه. انا هنا عندي فلفله مرقده، داك المزيودات المرقدين. وليداتي كيبغيو هكا شويه الحر. من بعد العطريه ديالي، بعد كنخلط حتى كتهبط ليا ديك الخضيره. وهنا واحد السر خصنا شويه الا بقات لينا داك ليدام، بقى لينا داك الزويته ولا داك المويها هكا ديال الخضيره، نستيوها في واحد الستايه باش كتبقى لنا ديك التشرموله شويه واقفه، ما فيهاش داك ليدام، ما فيهاش داك الزيت بزاف. هنايا درت الكفته هي الاخيره، هي في الاخر في الوسط، كنديرها في الوسط باش شويه هي كتضرب هذيك الصهده صافي، الصهوديه ديال العافيه. من بعد صافي كطيب دغيا. هنايا منين عجنت العجينه كندير هنايا 3 ديال الزليفات ديال الفينو. انا كنعجن هي بفينو، ما عجنش بالفرص. معلقه كبيره ديال الخميره فوريه، ومعلقه ديال كبيره ديال ومعلقه كبيره ديال سنيده، وشويه ديال المليحه. كنخليوه يخمر واحد شويه حتى كتضاعف لنا الحجم ديالو ديال العجينه. من بعد كنكورو هكا، كنشكلو كويرات قريصات هكا بحال الشكل ديال المسيمنات، بطبيطات صغيورين، ما نديروهمش كبار، كيجيو صغيورين هكا زوينين، كل واحد كياخذ الحده ديالو. من بعد كندلكهم اما بالدلاك اما بيدي، وكما شفتوا في لا فيديو هكا كناخذوا ديك الخضيره ديالنا هي كما كتشوفوا واقفه، ما فيهاش داك ليدام وداك الزيوتات. ما في الحقيقه وهاد المخمرات كيجيو زويونين، ما صحيين، ما كيضروش في المعده بداك كثره الزيوتات وداك ليدام اللي كنعرفوا في العاده ديالنا. من بعد كنجمعوهم، كنديروا موتزاريلا، كنديروا الجبن الاحمر، الفرماج، اي حاجه متوفره، حتى لما لا داك الفرماج المثلث. انا هنايا عندي دوك الشرائح استغليت. من بعد ما كنخليوهم يخمروا واحد 7 دقائق حتى 10 دقائق تقريبا، كنسخنوا المقلات ديالنا وكنطيبوهم على جوانب بجوج حتى كيعطيونا هذا الشكل هكا. وهذا هو الشكل النهائي ديال البطيبيطات ديالنا والمخمرات بالخضره والكفته. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. هاد 2 اطباق ديال اللوز المدفونه بالدجاج، والطبق ديال المخمرات او البطيبيطات معمرين. شكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم الغزاله، ورمضان كريم وبالصحه والراحه. مع السلامه.